احلى مسا عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ بقالنا فتره من كنت نعمل فيديوهات، بس باذن الله هنرجع رجوع قوي جدا. النهارده هنعمل فيديو على بتوع التيك توك. يلا نخش الفيديو. عمر استنى يابا، بتفرج على حاجه. انا باكل سوشي وبعد كده نازل البسين. بياكلوه ازاي ده؟ يابا انا نفسي اتشهر واعمل فلوس وحياتي تبقى حلوه برضه، بس قوم بس روح اكسر عربيه الباشا عشان نازل. راكب دلوقتي عربيتي وراح حفله مشاهير. هو في بواب عماره ماسك ايفون 14 برو ماكس، سبحان الله. لا ده فاجر، ده فاجر يعني. لازم اتشهر واعيش الحياه دي. قط يا ابني، هات العلامه يا ابني بتاعت العربيه يا ابني. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي عمر، هقدم لكم محتوى عربيات. ايه ده 5 مشاهدات بس؟ انا لازم اطلع معايا بنات. احنا بنحب بعض. طبعا ما لقاش مشاهدات، راح طلع معاه بنات عشان يجيب مشاهدات. طبعا عشان انتوا عارفين دلوقتي البنات هي بتجيب مشاهدات دلوقتي. 10,000 مشاهده؟ يالا انا شبح يا شتيمه. احنا في رمضان في الصيام بس انا بفطر. يلا بقى نخش في موضوع كبسه ده. راح دخل بقى في موضوع كبسه بقى واللايفات. ما تخليش نجاح المشاهير يأثر عليك وعلى مبادئك بطريقه وحشه. عاوز اتشهر واعمل فلوس يا عم. دخل بقى الجامد النضيف بينصحه بقى ان هو ايه، ما يخشش المجال الوحش ده. حقك بس بالمحتوى الهادف او على الاقل نضيف. المحتوى الكويس او النضيف ما بيجيبش مشاهدات، بالصبر والمجهود والاستمراريه هيجيب. وبعد ما تتشهر وناس تقابلك في الشارع الناس هتتشرف بيك، مش هتسف عليك. هو تقريبا لابس التيشيرت المقلوب. انت عارف اللي فيه على الاقل 40 مليون مصري بيتابعنا؟ تخيل بقى لو المشاهير كلهم قدموا حاجه مفيده فعلا، هتفرق مع اخلاق وفكر الناس دي كلها ازاي. مع احترامي للكل، بس اللي انت بتشوفه ده اصلا ابوه يصرف عليه، عربيته البي ام بفلوس ابوه، الايفون اللي في ايده بفلوس ابوه، حياته كلها بفلوس ابوه. مع احترامي للناس كلها، اللي هو بينصحك ازاي تعتمد على نفسك، هو اصلا مش معتمد على نفسه. طب ممكن تساعدني اتشاف واتشهر؟ هساعدك. اعمل فيديو هادف وحطني فيه، ولو حلو هطلعك معايا بالفكره بتاعتك وتتشاف بحاجه نظيفه. وافتكر المحتوى الهادف هو اللي يكسب. بيقول اعملوا فيديوهات هادفه وطلعوني فيه. الله يا منيري، الله، شكرا بجد والله العظيم. تعالوا نخش على فيديو حلو وباذن الله يعجبكم. الفيديو متعوب فيه جدا، هو يعتبر التكنيك بتاعه جامد جدا. وفي الاخر قام مسحها بنفس اللفه برضه. تعالى اقول لك على عيب موجود في العربيه الجي كلاس قبل ما تشتريها، مش هيقول لك عليه غير اخوك الجير هيدز. قابل يا عم، بيقول لي في عيب. تعالى اقول لك على عيب. هي الجي كلاس فيها عيوب اصلا. لو ركزت هتلاقي ان ازاز العربيه كله واقف بانجل 90 ديجري ومش واخد كيرف كده زي باقي العربيات. ده بيخلي كل الحفله والانوار اللي جوه والشاشات دي بقى تنعكس على الازاز اللي هنا ده، فبالليل هتيجي وانت بتاخد غرزه على الدائري مش هتعرف تشوف الطريق. لو انت رايح تشتريها وبتحب الجري يا ريت تراجع نفسك. هو ده بالنسبه لكم العيب؟ يا لهوي يا رب، ارزقنا طيب بيها، ارزقنا بيها يا رب، ومش مشكله نتقبل العيب ده. حتى لو كانت بيكن نهاية العالم يا ولد آدم. هو في التيك توك كله نتيجه ثانويه عامه، يا جدعان ما تخوفنيش، يا جدعان ما تخوفنيش. بمناسبه نتيجه ثانويه عامه، بعد يقول يا شباب انا اجيب مجموع كويس. ايه يا ابني، انا جاي اهو. ايه ده؟ ثواني خليك معايا. طب اقفل دلوقتي، اقفل. فلوس يا استاذ؟ ايوه بقول لك، هو انت واقع منك فلوس؟ لا. متأكد؟ بس أكيد صاحبهم هيجي يسأل عليهم، أنت راجل محترم خليهم معاك. يا جماعة في فلوس وقعت مني بالله عليكم. ما لقيتش فلوس يا عمي. في فلوس أنا. طب أنا هصدق مين فيكم أنتوا الاتنين؟ والله أنا وقع مني فلوس العملية بتاعت أمي، لسه كنت جاي من الشغل والفلوس وقعت مني. الفلوس دي بتاعت، صدقني أنا مش بكذب. طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طب دقيقة واحدة وأنا هاجي لكم يا جماعة. حاضر، بس هجيب الفلوس وهاجي لكم. حاضر. طب أنا بس عايز أسألك سؤال. نعم. الفلوس كام؟ أنا مش فاكر. بيكون معايا يا عم ثواني بقى. ثواني يا أستاذ بعدين. انا بيكون معايا عدد فلوس لان لسه خارج من البنك، فمش فاكر المبلغ كان كام بالظبط يعني. وانت الفلوس كام؟ انا لسه قابضه. الفلوس كلها 200 وهم 7000 جنيه، وبالقمر هتلاقي 100 جنيه واحده في الفلوس. لا طبعا هو الواد اللي بصاب التيشيرت ابيض هو السيد غالبا يعني. لا مش غالبا، ده هو اكيد. انا ما اهي 100 جنيه. الاستاذ ده عنده حق. ما ثواني بس، انا كنت راكب حاجه فدفعت. ثواني ايه بس يا استاذ؟ فلوس عمليه امك معاك اهي. ربنا يرضيك ويبارك لك. وخد دول كمان ولاد الحلال خليهم معاك. امسك كده. انا الفلوس بتاعت حضرتك.
دول برضه لو احتجت حاجه اصرف منهم عشان برضه عمليه امك. يعني هو كده خد فلوسي؟ انا مش مسامح، انا همشي يا باشا انت خد بس هنا، انا عايزك. نعم. انت خد فلوسك يا باشا واتكل على الله انت عشان تلحق عمليه امك. روح يا عم امشي بقى. حضرتك هتديني فلوس برضه؟ انت عاجبك اللي حصل ده؟ يعني هو بيقول لك عمليه ام وانت جاي تشتغلني وتقول لي الفلوس؟ لا دي فلوسي يا عم راعي ربنا، راعي ربنا لوجه الله. انا لقيت الفلوس في الشارع، كنت ممكن انا لو مش ابن ناس ولا لما براعيش ربنا كنت ضربتهم في جيبي وخدت بعضي ومشيت، لكن انا وقفت عشان اراعي ربنا. اسلام العطلان دايما بيطلع دور الشرير، ما بيطلعش دور الطيب خالص. نكتفي بهذا القدر النهارده. يا ريت لو وصلت معانا لغايه اخر الفيديو تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.